قصتنا بتبدأ في المكسيك مع برايان وهو بيصحى من النوم. برايان مهندس عايش لوحده، ولما كان بيحضر الفطار شاف صورة زوجته اللي اختفت في أحداث مجهولة. بعد كده خرج من بيته عشان يجري من أجل تحسين لياقته البدنية، وهنا بنعرف إن برايان معلم بفن الكايوكوشن القتالي، لكنه اعتزل عشان يشتغل مهندس. ده غير إن الشاب أوسكار جاره دايما بيتجسس عليه من بعيد وبيحاول يتعلم منه أسرار الفنون القتالية، لكن في النهاية برايان تجاهله وراح لشغله بسبب إنه مهندس مهم والكل بيعتمد عليه. أما أوسكار انطلق لمدرسته الثانوية عشان يحضر دروسه لأنه في السنة الأخيرة وعايز ينجح ويروح الجامعة. بس وهو خارج من المدرسة بنلاحظ إن في عصابة من المجرمين بيراقبوه من بعيد وحاولوا يحاصروه، لكن أوسكار خدعهم وجري بأقصى سرعته. وهنا بنكتشف إن برايان بيتغدى في مطعم قريب وشاف أوسكار وهو بيهرب من العصابة فغضب بشدة. بالوقت ده أوسكار راح يستلف فلوس من جدته عشان يشتري أكل لإخواته الصغيرين لأن والده ووالدته توفوا. بالليل أفراد العصابة اقتحموا بيت أوسكار وقائدهم قال له أنت قللت من احترامنا، ولولا أن أخوك الكبير واحد من العصابة كنت هخلص عليك. فأوسكار اعتذر على أفعاله غصبا عنه وسلموا الفلوس اللي أخدها من جدته. تاني يوم الصبح أوسكار فضل يراقب برايان من بعيد، لكن المرة دي برايان فاجئه ودعاه عشان يتمرن تحت ايده. برايان عمل كده لانه شاف العصابة وهم بيطاردوا أوسكار وقرر يعلمه اسرار فن الكايوكوشن القتالي من اجل الدفاع عن نفسه. ومن اول التدريبات بتظهر موهبة أوسكار الخرافية لانه كان بيتعلم كل الاساليب القتالية بسرعة رهيبة لحد ما تحول لمقاتل مدمر عديم الرحمة يقدر انه يكسر عظام اي حد يقف بطريقه. وبعد فترة قصيرة ثقة أوسكار بنفسه زادت وما بقاش يخاف من افراد العصابة زي زمان. اما برايان اتكرم من اصدقائه في الشغل لانه مهندس ذكي. بعد كده قرر يدرب أوسكار معاه لانه عايز يدخل كلية هندسة بعد ما يخلص المدرسة الثانوية. وفي يوم من الايام برايان كان بيمرن أوسكار على تحسين ردة فعله من اجل التصدي لهجمات الاعداء. ومع ان أوسكار اتصاب وسط التمرين الا انه كمل لان عنده عزيمة ملهاش حل. وفي وقت الراحة أوسكار شاف صورة زوجة برايان بالصدفة لكنه وضعها بسرعة أول ما برايان دخل البيت ورفض يسأله عنها. بعد كده قال إنه عايز يشترك في بطولة فنون قتالية، فبرايان قال إن الكايوكوشن فن قتالي مميت والمفروض يستخدمه للدفاع عن نفسه وبس. وهنا العصابة حضرت من جديد بس المرة دي كان معاهم هيكتور. هيكتور يبقى أخو أوسكار الكبير، وأول ما شافه بيتدرب مع برايان قال لأخوه يبعد عنه لأنه ممكن يكون ضابط متخفي. فأوسكار اتأسف لبرايان على كلام أخوه وبرايان طلب منه ياخد باله من نفسه. تاني يوم أوسكار راح نادي فنون قتالية عشان يشترك في التدريب، لكن ماريسول بنت صاحب النادي قالت إن سنه 17 سنة ولازم يبقى معاه ولي أمره عشان يشترك، فحزن بشدة. بالليل أوسكار قال لأخوه هيكتور إنه عايز يستمر في التدريب مع برايان لأنه ما قدرش يشترك في النادي، لكن هيكتور رفض وقال له أنت هتفضل معايا في العصابة. بعد كده أوسكار وأخوه راحوا لحلبة قتال غير قانونية، وهناك هيكتور بدأ يراهن صديقه في العصابة وخسر لأن في مقاتل قوي بالحلبة مفيش أي حد كان قادر يوقفه. وهنا أوسكار دخل الحلبة بدون سابق إنذار وكلم الحكم عشان يتحداه. طبعا الكل اتعجب لأن أوسكار لسه شاب صغير وشكله ضعيف، بس من أول المعركة أوسكار استخدم تقنية دفاع الكايوكوشن السرية اللي اتعلمها من برايان وقدر يسيطر على خصمه بسهولة لحد ما انتظر الفرصة المناسبة وأفقده الوعي بضربة أسرع من البرق. أما هيكتور حس بسعادة كبيرة لأن أخوه الصغير انتصر وساعده يكسب الرهانات ضد أصدقائه. بعد كده بنقابل المليون بيرو. بيرو كان بيلعب جولف مع أصدقائه، لكن واحد من أتباعه بعت له فيديو لأوسكار وهو بيقاتل، فحس بانبهار شديد من مهارته الرهيبة وقرر إنه يوصل له بأي شكل. عشان كده راح لواحد من أخطر السجون في العالم، وهناك قابل كيلبين ووراه الفيديو. كيلبين مجرم خطير، ولما شاف أوسكار بيقاتل قال إن برايان أكيد هو اللي دربه لأنه الشخص الوحيد في العالم اللي يعرف أسلوب القتال ده. بعد كده أمر بيرو يبعت أتباعه يخلصوا على برايان لأن في ما بينهم عداوة قديمة وهو سبب دخوله السجن. تاني يوم الصبح أوسكار وأخوه هيكتور راحوا عشان يقابلوا برايان. في البداية
هيكتور طلب يدرب اخوه عشان يدخل بطولات فنون قتالية ويكسب فلوس كتير، لكن برايان رفض وقال ان فن الكيوكوشن معمول للدفاع عن النفس وبس. طبعا اوسكار زعل لان معلمه رفض يدربه، وفي وسط الكلام ما بين برايان واوسكار هيكتور راح لعربية برايان وحاول يسرقها، فبرايان طلب منه يقف عند حده، بس هيكتور هدده بالسلاح وقال له انت مقاتل قوي لكنك ما تقدرش تحمي نفسك من الرصاص. وهنا برايان اتظاهر بانه ضعيف واخرج سلاحه بسرعة رهيبة عشان يدافع عن نفسه ضد هيكتور. بعد كده طلب منه يستسلم ويبعد عن بيته هو واتباعه لانهم لو رجعوا تاني هيخلص عليهم كلهم. ده غير انه قال لاوسكار ما يتدربش عنده لانه سبب له مشاكل كتيرة هو واخوه. اول ما اوسكار والعصابة مشيوا برايان حس بغضب شديد لان تلميذه الوحيد هيشارك في بطولات غير قانونية وممكن يستخدم الاسرار اللي اتعلمها في الشر. بعد ما برايان رفض يدرب اوسكار اخوه هيكتور اخده عشان يشترك في نادي الفنون القتالية، ولما كان بيمضي اوراق الاشتراك فجأة رجلين توأم مجهولين الهوية دخلوا النادي وسألوا اوسكار عن مكان برايان، فاوسكار حس انهم اشرار وقال انه ما يعرفش برايان موجود فين. ده غير ان هيكتور لاحظ ان معاهم اسلحة وقال انهم ممكن يكونوا قتلة مأجورين، فالمدرب والد ماريسول قال انهم لازم يبعدوا عن المشاكل عشان ما يطردهمش من النادي. وهنا اوسكار طلب من ماريسول تيجي معاه لان برايان مش بيكلمه هو واخوه. بالفعل ماريسول وافقت، واول ما هيكتور وصلها اتأسفت على افعال اوسكار وطلبت من برايان يتكلم معاه لحد ما برايان وافق على طلبها وعرف من اوسكار ان في 2 توأم بيدوروا عليه، فحس بصدمة شديدة وطلب من هيكتور واوسكار وماريسول يستخبوا في البيت باسرع وقت، لكن بدون فايدة لان في قناص ظهر بدون سابق انذار وقتل اتباع هيكتور قبل ما يهربوا. بس من حسن الحظ برايان قدر انه يخبي اوسكار وماريسول وهيكتور في بيته. طبعا الكل اتصدموا وسألوا برايان ايه اللي حصل بالظبط، فبرايان قال انه كان شغال ضابط زمان وقبض على مجرم خطير اسمه كيلبين واستخبى في المكسيك عشان يبعد عن الخطر، لكن اول ما كيلبين عرف مكانه بعت اتباعه لقتله. بعد كده امر الشباب يفضلوا مكانهم لحد ما يخلص على التوأم. ومن اول المعركة برايان استخدم سهم حديدي للقتال لانه ما بيعملش صوت عالي زي المسدسات، وقتل واحد من التوأمين. بعد كده واجه التوأم الاخير وطلب منه يعترف مين اللي بعته، لكنه كان سريع وبدأ القتال مع برايان. في بداية المعركة برايان استخدم فن الكيوكوشن وخصمه استخدم الملاكمة، لكن برايان انتصر في النهاية لانه يعرف نقط ضعف خصمه كلها. بعد كده هددوا بالبنزين وسألوا عن مكان كيلبين، فالتوأم شتم برايان وولع في نفسه لانه مش عايز يكشف اسراره. في النهاية برايان اعتذر لهيكتور واوسكار وماريسول على اللي حصل وقال انه هيخرج من المدينة عشان مفيش حد يتأذي من القتلة المأجورين اللي بيطاردوه. ده غير انه اخرج الشباب عن طريق خندق سري عشان يكونوا بامان. اول ما برايان دخل الخندق بدأ يحكي للشباب عن ماضيه وعرفهم انه بعد ما قبض على المجرم كيلبين اتباعه خطفوا زوجته وعذبوها، عشان كده برايان اضطر يخاطر بحياته واستخدم مهاراته بالفنون القتالية من اجل انقاذها. بس المشكلة انه اضطر يهرب من امريكا واختفى عن الانظار لانه لو فضل عايش مع زوجته ممكن تتخطف من جديد او تتأذي. وبعد ما برايان خلص الحكاية ووصل لاخر النفق اعطى هيكتور مسدسه وطلب منه يحمي اخوه وماريسول. ده غير انه ودع اوسكار في حزن وامره يستمر في التدريب على الفنون القتالية لانه شاب موهوب. بالليل في مجموعة من عربيات البوليس وصلت لبيت برايان وفضلوا ينادوا عليه، لكن برايان ذكي واول ما شافهم على كاميرات المراقبة اكتشف انهم مجرمين شغالين عند كيلبين ومتنكرين على شكل بوليس، فغفلهم بذكاء وبدأ بالقتال معاهم. طبعا المجرمين اتصدموا من سرعة وذكاء برايان، ده غير انهم ما يعرفوش انه واضع رشاشات مية نار في حديقة بيته لانه مهندس ذكي وعامل فخاخ كتير لاعدائه. وبعد دقايق طويلة من القتال برايان خلص على كل المجرمين بسهولة، لكنه ساب 2 يعيشوا وقال لهم يعرفوا كيلبين انه هيرجع للانتقام منه بسبب افعاله. اما كيلبين كان هينفجر من الغضب وقال لمساعده بيرو انهم لازم يخلصوا على برايان باي شكل لانه يعرف كل اسرارهم وممكن يكون سبب نهايتهم. في الوقت ده هيكتور وصل اوسكار وماريسول المدينة. بعد كده قال لاوسكار يستمر في التدريب لانه بقى مقاتل قوي وهيشترك في بطولات فنون قتالية قريب.
بعد كده انطلق بطريقه وراح لعصابته، لكنه اول ما وصل اتفاجئ انه تعرض للخيانة واتغفل من مجرم تابع لكيل بين وسأله عن مكان براين، بس هيكتور شتمه ورفض يساعده لان براين حماه هو واخوه اوسكار، فالمجرم اخده رهينة. بعد كده بدأ يهدده بالقتل عشان يعرفوا مكان براين، لكن هيكتور استمر على رأيه وما اتكلمش مع انه كان هيتعذب بشدة. وهنا براين ظهر بدون سابق انذار وقتل واحد من المجرمين، فقائدهم اخد هيكتور رهينة وطلب منه يسلم نفسه والا هيخلص عليه. فبراين استخدم مهارته الرهيبة بالأسلحة وقنص المجرم اللي بيهدد هيكتور. بعد كده هرب من المكان لأن الطلقات في سلاحه خلصت والمجرمين كلهم أخدوا سيوف وبدأوا يطاردوه. في البداية براين جري بأقصى سرعته والمجرمين افتكروا إنه خايف، لكنه في الحقيقة استدرجهم لأعلى الجبل وهناك فرقهم عن بعض وبدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد. بعد كده رجع لهيكتور وفك قيوده، ده غير انه سلمه مسدسه وطلب منه يجي معاه عشان يخرجوا العصابة بره المدينة. في الوقت ده اوسكار وماريسول راحوا بيت براين عشان يطمنوا عليه، لكن اوسكار اتفاجئ ان في مقاتلين لابسين دروع حربية قتلوه بدون سابق انذار، فاستخدم مهاراته بالفنون القتالية للدفاع عن نفسه. وهنا في مقاتل مجهول الهوية هجم عليه، بس الغريبة انه كان بيستخدم نفس الاسلوب السري اللي براين اخترعه. بس مع الوقت اوسكار قدر انه يسيطر لحد ما خصمه استسلم وقال ان اسمه إيريك، وعرفه انه كان واحد من تلاميذ براين عشان كده يعرف فن القتال السري، فاوسكار صدقه ووقف الهجوم. في البداية إيريك سأل اوسكار عن مكان براين، لكن اوسكار ذكي ورفض يجاوبه لانه ممكن يكون بيكذب وعايز يأذيه. طبعا إيريك حس ان اوسكار مخبي حاجة عنه وقال انه هياخده هو وماريسول عشان يوصلهم المدينة، لكن وسط الطريق اوسكار لاحظ انهم ماشيين في الصحراء، فإيريك قال انه غير رأيه وهياخدهم معاه لمخبأه السري عشان يسألهم بعض الأسئلة. وهنا اوسكار عرف انه وقع بفخ رهيب واتصل على اخوه هيكتور في السر، ومن حسن الحظ ان هيكتور كان راكب العربية جنب براين. ولما براين عرف من اوسكار ايه اللي حصل قال له ان إيريك كان تلميذه زمان لكنه خانه وانضم لعصابة كيلبين. بعد كده قدر يحدد مكانه عن طريق الGPS وانطلق هو واوسكار للإنقاذ. بس فجأة إيريك لاحظ ان اوسكار بيتكلم على التليفون ورماه من الشباك. اول ما هيكتور لاحظ انهم فقدوا الاشارة غضب بشدة لانه قلقان على اخوه الصغير، فبراين طمنه وقال له ما يقلقش ويركز في اللي جاي. اما اوسكار جات له فكرة ذكية واتظاهر بانه مريض وهيفقد الوعي عشان المجرمين يخرجوه بره السيارة من اجل التنفس، وحفظ رقم مبنى موجود جنبه بدون ما إيريك يلاحظ. بعد كده إيريك اخده هو وماريسول لبيت فخم جدا وقال لاوسكار انه لو حاول يهرب هيخلص على ماريسول تماما، فاوسكار اضطر يسمع كلامه وانطلق معاه عشان يقابل فالديز. فالديز رجل عصابات خطير جدا وكان قاعد مع بيرو مساعد كيلبين، وهدفهم كان انهم يعرفوا مكان براين لانه خسرهم ملايين من الدولارات زمان، وطلبوا من اوسكار يبعت رسالة لاخوه هيكتور عشان يعرفهم المعلومات اللي عايزينها. في الوقت ده براين اتحد مع هيكتور وعصابته لإنقاذ اوسكار وماريسول من الخطف، لكن وهما بيتكلموا فجأة وصلتهم رسالة من اوسكار. الرسالة دي كان فيها رقم البيت اللي حفظه قبل كده، وبراين استخدم الGPS عشان يحدد مكانه فين بالظبط. اما إيريك العبيط ما اخدش باله من الخدعة اللي اوسكار عملها فيه وكان فاكر انه بيتصل على اخوه هيكتور، لكن المصيبة الغير متوقعة ان في عصابة منافسة هجموا على بيت المجرم فالديز، وإيريك هو وأتباعه اضطروا يدافعوا عن المكان. حتى فالديز استغل الفرصة وخلص على بيرو لأنه بيكره كيلبين وعايز يسيطر على تجارة الممنوعات لنفسه. وهنا بنعرف إن براين وهيكتور وصلوا مع باقي أفراد العصابة واقتحموا المكان كله. في بداية المعركة هيكتور وبراين اتحدوا مع بعض وقدروا يخلصوا على مجموعة كبيرة من المجرمين بمساعدة أفراد العصابة، ده غير إن براين سلم هيكتور سلاح قوي لأن المسدس ضعيف ومش هيخترق البدل المضادة للرصاص. بعد كده أخد درع حديدي عشان يصد الطلقات، وأمر هيكتور يستخبى داخل المبنى ويقنص أي حد يهجم عليه. بعد كده استمر في القتال. اما إيريك وفالديز حسوا بالرعب لان العصابة خلصت على كتير من اتباعهم. حتى اوسكار استغل تشتت تركيز الحارس وافقدوا الوعي بسرعة البرق، فإيريك حضر وبدأ بالقتال معاه. من اول القتال اوسكار نجح في انه يوقع السلاح من ايد إيريك وهاجمه بشراسة وسيطر عليه،
فإيريك الندل حاول ياخد سلاحه، عشان كده ماريسول اتدخلت وضربت إيريك بالنار في رجله. أما براين نجح في اختراق كل الدفاعات، وأول ما وصل لأوسكار وماريسول لقى إن إيريك متصاب ومتكتف، فحيا أوسكار على شجاعته. بعد كده أخده هو وماريسول عشان يهربوا، لكن فالديز ظهر فجأة وهددهم بقاذف قنابل بيدمر أي حاجة بطريقه. وهنا هيكتور خرج من مخبأه وقنص فالديز على آخر لحظة، فبراين ابتسم وشكر على الإنقاذ. بالليل البوليس حضر وبدأوا يستجوبوا هيكتور عشان يعرفوا اللي حصل. أما براين اطمن على أوسكار وماريسول، لكن فجأة في عربية ظهرت من بعيد وخرج منها زوجة براين. طبعا براين ما كانش مصدق عينيه، والاتنين حسوا بسعادة كبيرة. بعد فترة قصيرة المجرم كلبين راح مع حراس السجن للحبس الانفرادي، وهناك الحراس كشفوا أقنعتهم، واتضح ان ده كان فخ من براين عشان ينتقم من كلبين على أفعاله ويعلمه الأدب. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.